واحد من أبشع صور الانحياز الإعلامي عند الإعلامي الغير محايد ومشجع بيراميدز والمختلط مدحت شلبي طالع بكل بساطة يقول لك بيراميدز نادي مستثمر ومن حقه يشتري لاعبين زي ما هو عايز وبأي سعر. احنا ما قلناش حاجة، يشتري زي ما هو عايز. طب والأهلي؟ أبو النادي الأهلي نادي دولة ومش من حقه شراء لاعب بأي سعر. الأهلي هو سبب رفع أسعار اللاعبين. كلام ملهوش أيتها لازمة. كلام طبعا كله مغلوط ومضلل ويكشف كراهية واضحة وصريحة للنادي الأهلي. ومرفوض تماما إنه الإعلام يوصل للمرحلة دي علشان يفتح سكة لنادي بعينه ويمهد لحقوق غير شرعية ولعب مالي غير نظيف. ده كلام واضح. ده هو كلامه بيوضح كده. كلامه موضح كده. والأكتر إنه بيقول لك بيراميدز مقدم عرض ب7 مليون دولار لشراء اليو ديانج وده حقه. طيب فين بقى منطقك وفين المهنية؟ ولا هو لما الأهلي يبقى ما ينفعش ولما بيراميدز يبقى عادي وحلال؟ ده المنطق بتاع مدحت شلبي. تعالى كابتن مدحت اعرفك الاسعار بتاعت نادي بيراميدز من سنين، كان المليون جنيه مليون جنيه. تعالى اقول لك اول لعيب رمضان صبحي تعاقد معاه بيراميدز ب 30 مليون جنيه مصري 2019. مصطفى فتحي تعاقد معاه بيراميدز ب 20 مليون جنيه مصري 2019. وليد الكارتي تعاقد معاه بيراميدز ب 20 مليون جنيه مصري 2018. مهند لاشين تعاقد معاه بيراميدز 20 مليون جنيه مصري 2023. محمد الشيبي تعاقد معاه بيراميدز ب 20 مليون جنيه مصري 2021. ما خفي كان اعظم كابتن مدحت شلبي. الارقام المعلن عنها دي معلن عنها. رمضان صبحي في الرقم المعلن عنه 30 مليون، لكن هو ما سابش الاهلي بسهوله، واخد 80 مليون. عبد الله السعيد كذاك الامر. ال 20 مليون المعلن عنه لا، هو واخد، ده معلن عنه واخد 60 مليون. ويا ريت يا كابتن مدحت شلبي ما تربيش عداء اكتر ما انت مربي عداء ما بين الجمهور. سلام.